في فلوج النهارده هاخدكم معايا دريم بارك. دريم بارك من اجمل واكبر الملاهي في مصر. حاسه ان احنا يعني اخترنا وقت غير مناسب، بس يعني هو المفروض في الشتاء احسن حاجه، زي الاهرامات ما ينفعش تروحيها في الصيف، لازم تروحيها في الشتاء. اننا كنا مترددين اصلا هنروح ولا لا، فاحنا اليوم ده رحنا متاخر جدا، فكان احنا داخلين والناس كلها بتخرج، ما كانش في ناس كتير. ان احنا رحنا في الوقت ده لان الناس كانت بتخرج واحنا بندخل، فده خلانا منقفش على توابير الالعاب كتير. يفضل انك تروحوا مع اصحابكم اللي انتوا فعلا بتحبوها وتنبسطوا معاها، ناس متفقين معاها في الالعاب وفي كل حاجه، ده يخليكم مبسوطين. من اكتر الحاجات اللي عجبتني هناك هي ان الكبار اكتر من الصغيرين، ده لو دل عن شيء دل ان احنا عايزين نكون مبسوطين، ان احنا نسعد الطفل اللي جوانا. واول لعبه لعبناها كانت لعبه سفينه نوح، لكن لو هتسالني انبسطت في اني لعبه اكتر هقولك دي. انبسطت فيها لاني كنت قادره اشوف كل الملاهي، كنت قادره اشوف الاطفال وهما بيلعبوا، الشجر، الهواء، كل حاجه كانت حواليا كانت مخليني مبسوطه. كمان كنت مع اهلي، كنا قاعدين بنتكلم ونغني، فكان الموضوع ممتع جدا. احنا دلوقتي مستنيين دورنا في لعبه العربيات. سما، بتعرفي تسوقي؟ انا طبعا. لو هديكم نصيحه واحده في لعبه العربيات، دايما بص حواليك عشان اللي جاي بيخبط فيك. سما وملك مشيوا وسابونا اصلا، ما شاء الله عليهم. اول لعبه مائيه انا ركبتها اليوم ده كانت هي النهر السائر. كانت لعبه جميله وبسيطه وانا حبيتها الصراحه، وتنفع للاطفال، ما فيهاش اي خوف. وده قطر الموت، ولكن انا ما جربتوش لان ولا صحتي ولا لياقتي تسمح لي بهذا الكلام. نصح اي حد لسه مخلص امتحانات ان هو يروح اي ملاهي، مش شرط دريم بارك، روح الملاهي القريبه منك، روح ملاهي انت بتحبها، ولكن الموضوع هيفرق في نفسيتك جدا، لان الالوان والشجر والناس كل الحاجات دي ساعدتني ان انا فعلا اطلع طاقتي. دلوقتي احنا طالبين الاكل ومستنيين يجي. كنا شويه حلوين عقبال ما الاكل جه، ولكن كنا فعلا محتاجين ان احنا نستريح وناكل عشان نشحن طاقتنا ونقدر نكمل. دلوقتي الاكل جه، فيلا بينا نبدا ناكل. خلصنا الاكل. اللعبة المائية التانية، واللعبة دي عبارة عن مركب بتمشي بيك في نهر كده، تفضل مكملة الماشية، تدخل جوه كهف بتوريك دلافين طبعا فيك مش حقيقية، تفضل ماشية بيك كده في جو هادي ورومانسي وحلو جدا. وده البيت المقلوب، هو عبارة عن بيت كل حاجة فيه بالمقلوب، هو حلو قوي بس في حاجات كتير قوي ما قدرتش اصورها للاسف، زي ما انا قلت لكم روح في اخر اليوم. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ دلوقتي انت يعني مش شايفيني عموما، بس انا مبلوله. ليه؟ جربت لعبه اسمها لعبه الشلال، جربتها عادي يعني. المهم جربتها، انا حسيت ان هي لعبه نازله زي الدائري كده لما بننزله، بس ايه، اكتشفت ان هي نازله كأنك بتقعي من الدور العاشر، يعني حاجه وحشه. وزي ما انتم شايفين الالعاب والناس يعني، وهنا في مطاعم كثيره جدا يا جماعه، ويعني انت ماشيه في اي حته تلاقي مطاعم. بصوا بذمتكم الارتفاع، بصوا هما نازلين، لا لازم اوريكم هما نازلين. بصوا هما نازلين، هما راحوا فين؟ بصوا يا جماعه، ركزوا. بصوا يا جماعه، عامه اللي جاي دريم بارك لازم يجيب معاه هدوم احتياطيه، علشان يا جماعه اللي عايز يجرب حاجات مائيه مش عارفه ايه. ابتدت الدنيا تليل، وبجد ده كان من احسن الحاجات، الشمس كانت راحت والهواء بدأ يجي لان الجو كان حر جدا. ودي لعبة زي المنطاد، بتبتدي تطلع وتلف وتلف وتطلع. بصراحه انا حاسه ان الطفله
جواه لان اللعبه دي حبيناها كلنا وكانت لعبتي المفضله، رجعنا لها تاني، خاصه ان الليل ليل والملاهي فتحت انوارها. كده انتهى يومنا في دريم بارك. للاسف كان في العاب انا جربتها ولكن ما قدرتش اصورها لكم، لاني كنت اوقات عايزه استمتع باللحظه اكتر من ان انا اصور. انا تكون عجبكم الفيديو، لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه واعمل لايك في الفيديو عشان اعمل فيديوهات اكتر.